إشعياء هو نبي حقيقي للرب، عاصر 4 ملوك وتنبأ عن خلاص الله العظيم. لكن خلفية نبوته هي حالة شعبه البعيد عن الله، شعبه المتكل على غير الله، اللي بيفرح بأي حد يوعده بأي وعود كاذبة، ومش بيقدر يصدق ربنا اللي مش بيتغير مهما حصل، وعمره الله ما بيقول كلام ويرجع فيه. إشعياء نبي من الطبقة الأرستقراطية القريبة، يعني من الأسرة الحاكمة، ودي ميزة كان يتمناها أي واحد من الأنبياء الكذبة الكتير اللي كانوا بيحاولوا يكونوا وصوليين ويكسبوا أي مكانة عند الحكام. لكن إشعياء بالرغم من كده كان أمين جدا لله ولكلامه، وكان ما عندوش مشكلة إنه يوبخ ملوك لو ده اللي ربنا كان عايز يقوله فعلا. بداية نبوة إشعياء كان في وقت الملك عزية، اللي في الغالب ده كان هو ابن عمه أو قريب ليه. يعني عزية ده في نهاية حياته بعد ما ربنا عظمه جدا اتكبر وقرر ان ياخد مكان الكهنة في الهيكل ويقدم هو البخور لله، وده مش دوره، وبالعكس ده فيه تعدي على وصايا الله. في ساعتها اتضرب بالبرص واترفض من الله. لكن في سنة وفاة عزية الملك ده، شاف أشعياء النبي رؤية عظيمة. شاف السيد الرب، شاف السيد جالس على كرسي عالي ومرتفع في الهيكل، والملائكة بتهتف وتقول قدوس قدوس قدوس. إشعياء عاصر الملك عزية وهو بيتضرب بالبرص اللي هي علامة النجاسة جوه الهيكل، وشاف السيد الرب العظيم الملك الأعظم، والملائكة بتهتف ليه وتسبحه قدوس قدوس قدوس. وما بين النجاسة الأرضية والقداسة الإلهية قدس الله إشعياء النبي ده وأرسله لشعبه النجس بكلمات الله الطاهرة. وهو ده التغيير اللي شكل نبوة إشعياء النبي، لأن رسالته كانت صعبة وشديدة هتقسي قلب الشعب النجس ده أكتر عشان ينال العقاب اللي يستحقه. وعشان كده إشعياء كان محتاج إنه يشوف قداسة الله قبل أي شيء ويفضل عينه عليها على الله القدوس. إشعياء اتنبأ عن الخلاص اللي هيعمله السيد الرب لشعبه. اتنبأ إن السيد هو بنفسه اللي هيتجسد ويكون عمانوئيل، الله اللي في وسط شعبه. ومش بس كده، ده السيد ده هيكون هو كمان عبد وهيترفض من شعبه ويتألم من أجل ذنبهم، لكنه هو تبارك اسمه السيد العبد المتألم ده هيتبرر كثيرين باسمه وأثامهم هو هيحملها. أشعياء اتنبأ عن تفرد الله، عن اختلافه، عن عظمته عن أي إله تاني البشر ممكن يتخيلوه أو حتى ممكن يسووه بالله الحي الحقيقي. اتنبأ كمان عن سيادة الله، بأن مفيش حاجة بتحصل هنا على الأرض بدون ما تكون جوه مقاصد الله. حتى الشرور اللي بيعملها الأشرار اللي بيعملوها بفساد قلوبهم وبطمعهم، الله السيد بيديرها ويقصد منها مقاصد صالحة لخطته العظيمة. كل ده قدمه أشعياء بالروح القدس لأن السيد كان مالي عينيه وقلبه، ما خافش من إنسان وكان طائع لقيادة الله. وإحنا كمان يا عزيزي لو كان الله مالي عينينا وشايفينه صح من كلمته هنقدر نعيش زي أشعياء النبي. يمكن ما يكونش عندنا نفس دعوته النبوية، لكن هنقدر نتمم كل اللي ربنا عايزه مننا بمثابرة وأمانة وإخلاص. نقدر نعيش ده لو فهمنا نعمة الله المقدمة لينا في صليب المسيح، النعمة اللي بتغفر لينا خطايانا وتخلينا نقدر نستمتع بمحضر الإله القدوس ده اللي ينقينا إحنا كمان ويخلينا نعيش له. الله بيقدم لك النهاردة نعمته دي، تعالى بتوبة وإيمان بالرب يسوع اللي مات وقام من أجل الخطاة اللي زيي وزيك. آمين.